السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد من قناة صطاد بدارجة. إلا كنتي أول مرة كتشوفنا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد على الرياضة والملاعب في المغرب وخارجه. الإخوان، كتعيش الرباط دابا لحظة من لحظات التاريخ الرياضي ديالها. ملعب مولاي عبد الله واحد من أعمدة الكرة في المغرب، كيدوز من ثورة عمرانية حقيقية. وهاد المرة ماشي غير إصلاح بسيط، راها عملية تركيب سقف جديد، مشروع كيبدل وجه الملعب كامل. الخبر اللي عندنا اليوم جاي من وسط الأوراش في الرباط، من ملعب مولاي عبد الله بالضبط. الناس كتعاود بزاف على التطوير اللي واقع، ولكن اليوم غنركزوا على خطوة مهمة بزاف: تركيب السقف الجديد. الأشغال فعلا بدات، والفرق التقنية خدامة دابا على تثبيت الهياكل الحديدية اللي غادي تشد السقف كامل. غير من الحجم ديال هاد الهياكل باين أن المشروع ضخم وعنده وزن كبير في المخطط العام. المصدر كيأكد أن كل شيء كيدار بمعايير عالية ديال الجودة والسلامة، ماشي غير منظر وخلاص. حيت فاش كتخدم على هياكل ثقيلة وغادي تكون فوق الآلاف من الناس، السلامة ما فيهاش اللعب، خاص الضبط والدقة، وهنا الجودة خاصها تكون في القمة. وفاش كنهضروا على السقف، راه التأثير ماشي غير إنشائي، بل كيمس حتى تجربة الجمهور. السقف غادي يحمي المتفرجين من الشمس والمطر، وكيبدل حتى الصوت في داخل الملعب. الهتافات، الحماس، كل شيء كيتجمع وكيتضخم، وكيعطي جو مختلف تماما. وزيد عليه الشكل الجمالي للملعب غادي يتبدل كليا، غيولي معلمة حقيقية في العاصمة، رمز معماري كيعكس الطموح المغربي. وزيد عليه هذا المشروع ماشي معزول، راه داخل في استراتيجية كبرى ديال تطوير البنية التحتية الرياضية في المغرب. بلادنا كتوجد راسها لاحتضان بطولات كبار بحال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 اللي غيكون بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. باش تكون عندك ملاعب في المستوى العالمي، خاصك تحترم شروط صارمة ديال الفيفا والاتحادات القارية: سقف بمعايير خاصة، إضاءة متطورة، غرف تبديل ممتازة، وتسهيلات لكل من الجماهير والإعلام. وهكا كيبني المغرب مستقبله الرياضي خطوة بخطوة، سقف بسقف، وحلم ورا حلم. وملعب مولاي عبد الله غادي يولي جوهرة في تاج الملاعب الإفريقية. كونوا واجدين، لأن القادم أقوى.